لا، نخليها نص كوبايه لبن. نص كوبايه لبن على المشروب دوت عشان يدينا القوام المظبوط للميلك تشيك شوكولاته. ميلك تشيك شوكولاته بيطلب منا على طول، الصغيرين والكبار بيحبوه، حاجه كده عظمه قوي يعني. بعد ما ضربناه سيبناه يضرب لمده 5 6 ثواني، ما نكترش عشان ما يحلش معانا، لان الميلك تشيك بيبقى القوام بتاعه لازم يكون تقيل شويه. فاحنا عاوزين نحافظ على القوام ده، وما نكترش، يعني ما نضربوش كتير في الخلاط علشان يدينا القوام المظبوط اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا نازل تقيل اهوت، وهو ده اللي مطلوب قوي. ميلك تشيك شوكولاته حاجه كده عظمه قوي. هو مدينا كده على فاتح، لكن هو مش فاتح، هو غامق شويه، يمكن عشان التصوير بس ما هوش ظابط. وباي كده جرنشه ممكن نزوق الكوبايه من فوق الوش بشويه صوص شوكولاته او شويه نسكويك او شويه كاكاو، اي حاجه عندنا نقدر نزوق بيها. وطبعا زي ما انتوا شفتوا هو نازل تقيل ومظبوط اهو. كان معاكم احمد الشناوي. لو ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه، وتعليقاتكم اللي بتزيدني شرف ومحبه.